تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المشويه كده اللي تشرفك، والملوخيه الحمراء بقى، وشوربه الخضار الجميله دي اللي هتغير فكرتك عنها بقى ان حد يبقى تعبان وتعملها. لا، ده احنا هنعملها بطريقه جميله وسهله لدرجه ان انتوا هتحبوها كده وهتفضلوها في العزومات. انها طريقه مميزه جميله وهتحبوها قوي لانها والله عملتها بتنطلب مني تحفه جدا. وزي ما انتوا شايفين كده الاكل شكله عامل ازاي يفتح النفس. وهنبدا بقى مع بعض على طول، بس ما تنسوش بقى تدعموني في القناه واللايك والشير والكومنتات الحلوه اللي بشوفها منكم. بدأت كده على طول بقى هتتحل على النار، ونزلت كده باللحمه بتاعتي والتوابل، حبهان، ورق لوري، قرفه. شوحت ده كله كده مع بعضه. بحب الخطوه دي قوي ان التوابل تطلع ريحتها كده مع اللحمه بتاعتي. شوحتها كده كويس. نزلت بقى كده بالبصل بتاعي، كترت لها البصل لان دي هتبقى شوربه خضار يا جماعه. زي ما انتوا شايفين كترت كده البصل لان البصل ده كده مع غليان اللحمه وهي بتستوي مش هيبقى ظاهر. قلبت بقى البصل كده كويس مع التوابل واللحمه لحد ما اخدوا صدمه مني. وكمان اللحمه ما تنزلش ميتها، لا تقفل المسام بتاعها. بعد كده نزلته بالتوابل، حطيت كده فلفل وبهارات لحمه، وطبعا مكعب مرق كده عشان يطعمها لان انا هعمل كميه كبيره يعني زي ما انتوا هتشوفوا. بعد ما شوحتها كده كويس نزلت بقى بالطماطم، وسبت الطماطم مع اللحمه كده تتسبك كده شويه الاول كويس لحد كده ما تتسبك واللحمه تشرب الطماطم كده عشان تبقى طعمها جميل. طريقه جميله ومميزه وهتعتمدوها على طول في العزومات، هتغيروا فكرتكم عن شوربه الخضار. بعد بقى ما شوحت كويس كده مع الطماطم والتوابل نزلت بقى بالميه. الميه كده لحد ما سبتها ان هي تغلي واللحمه تستوي كده كويس. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لانها طالعه مظبوطه، هتعملها هتبقى معاكي جميله وهتعتمدها على طول. طبعا سبتها شوحت كويس، وقعدت ان انا ازود كل شويه كده ميه لحد ما حسيت ان اللحمه دخلت في السوا عشان تبقى مظبوطه معاكي. بعد طبعا ما غلت ودخلت في السوا زي ما انتوا شايفين نزلت بقى كده بالجزر بتاعي والفاصوليا الخضراء زي ما انتوا شايفين، وطبعا والبطاطس. كل ده كده غلي مع بعضه الاول. بعد كده نزلت بقى بالبروكلي والكوسه زي ما انتوا شايفين وخرشوف. شوربه طبعا مميزه وجميله جدا وبسيطه وكلها فوايد. يعني انتوا بعد كده هيبقى طبق اساسي على السفرة بتاعتكم. والله بتنطلب مني جميلة جدا وكل اللي اكل منها شكر لي فيها وحبها قوي. سبت ده كله بقى طبعا مع بعضه يستوي، وبدأت كده على طول في الفراخ معاكم. نزلت كده بالبصل بتاعي قطعته كده صغير ناعم اهو تبشريه زي ما تحبي. نزلت بقى كده بالفلفل، قرن فلفل كده وطماطمايه وجزر وبقدونس زي ما انتوا شايفين وفصين توم. عملت كل ده كده مع بعضه، قلبته كده مع بعضه زي ما انتوا شايفين. شكله اصلا يفتح النفس وهي لسه كده الخلطه ما استوتش. نزلت بقى بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل وبهارات فراخ. طبعا زي ما انتوا شايفين كده تحط التوابل اللي انت يعني بتفضليها وبتحبيها. وحطيت كده معلقه كمون صغيره وكزبره. بحب قوي التوابل الطبيعيه دي، بتطلع ريحتها كده وبتبقى جميله. قلبت وطبعا وملح ومكعب مرق. قلبت ده كله كده مع بعضه كويس في التتبيله، ومعلقتين خل طبعا وليمونه عشان طبعا الزفاره. انا غاسله الفراخ كويس بس لازم الليمون والخل طبعا بيخلوا التتبيله بتاعتنا جميله وتمنع الزفاره. في نفس الوقت كده بيطعموا التتبيله. حطيت ده كله كده مع بعضه وقلبته كويس. وهبدأ بقى ان انا احشي الفراخ بتاعتي كده تحت الجلد. التتبيله دي يا جماعه جميله جدا، وكمان الخلطه دي تاكليها برز بعيش بتبقى طعمها جميل لانها متتبله صح زي ما انتوا شايفين كده شكلها. لو وصلت بقى معايا لحد هنا ما تنسيش بقى تدعميني في القناه واللايك والكومنت الحلو اللي بيبسطني وده ويفرحني منكم. حطيت بقى قرن فلفل كده حامي يطعمها بقى كده، ويعني في ناس بتحب الحامي وفي ناس لا ما بتحبش، طبعا زي ما تحبي. نزلت بقى بالملح بتاعي كده. وبعد كده جبت الصينيه وبدات ان انا احشي الفراخ، طبعا غسلها كويس وكده وفتحها زي ما انتوا شايفين كده تحت الجلد كده بالسكينه عشان تشرب من التتبيله دي كده ويبقى طعمها جميل. بدات بقى ان انا احشيها كده كويس. التتبيله دي كانت مطلعه معايا الفراخ جميله جدا ومستويه وتحفه زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده. بوريكم ان انا فاتحاها ازاي تحت الجلد. لازم تعملي الخطوه دي كده عشان الفراخ بتاعتك تشرب من التتبيله تبقى جميله.
بعد ما حشيتها بقى كده بدأت ان انا ارصها كده في الصينية عشان هدخلها الفرن. تاخد بقى في الفرن من ساعة الا ربع كده لساعة، زي ما يعني تبع فرنك لان كل فرن بيختلف عن الفرن التاني. طبعا اول ما دخلتها كده في الفرن من تحت، وبعد كده طلعتها على الشبكة زي ما انتوا شايفين. سخنت بقى الحلة على النار كده، ونزلت بالزبدة بتاعتي والبصل. قعدت ان انا اقلب كده البصل كويس ان هو ياخد لون كده مني. طبعا في ناس بتحب تعمل الملوخية على الشوربة او المرقة بتاعتها، احنا عندنا بنحب الخطوة دي، او ان انا اشوح لها كده بصلة، عشان دي ملوخية حمراء مش اللي هي الخضرة اللي انت بتعملها على الشوربة. لا، دي بزود لها طماطم عشان تبقى محمرة كده. طبعا بعد ما شوحت كده البصلايه وبدأت تخش في اللون اللي انا عاوزاه، يعني اللون المحمر ده، حطيت بقى كده معلقة توم وقعدت اقلبها كده كويس لحد ما تاخد اللون المظبوط اللي انا عاوزاه زي ما انتوا شايفين. بس والله جربوها بالطريقة دي بتبقى جميلة غير الملوخية المية المعتادة يعني الخضراء. طبعا بعد كده زودتها الطماطم. بدأت ان انا احط التوابل بتاعتي، فلفل اسود وكمون وكزبرة وملح ومرق الدجاج. يعني ظبطت الطعم كده اللي انا عاوزاه للملوخيه زي ما تحب. طبعا انت كل واحد بيحب توابل معينه ليه، يعني انا بحب التوابل دي عندي كده، بحب اشم التوابل الطبيعيه، مش ان انا احط توابل كتير. طبعا بعد ما خليت كل ده كده يتسبك كده كويس مع بعضه. طبعا بعد الطماطم بتاعتي ما اتسبكت، نزلت كده بالميه بتاعتي وهسيبها ان المية تغلي اكنها الشوربة بتاعتي او المرقة. بعد ما غلت نزلت كده بالملوخية وقلبتها كده كويس زي ما انتوا شايفين كده. احلى شوية ملوخية بقى بالمحمرة كده بالصلصة، جميلة جدا غير المعتاد بقى اللي هي الملوخية الخضراء اللي احنا عارفينها. بعد ما قلبتها كده وظبطت كده القوام بتاعها، لا هي خفيفة ولا هي تقيلة، حطيت بقى كده طاسة على النار بالزبدة بتاعتي والتومة. طبعا بدأت ان انا اشوحهم كده لحد ما اخدوا معايا اللون اللي انا عاوزاه. طبعا نزلت كده بقى بالتومة على الملوخية بتاعتي لحد ما تسمع صوت الطش كده، وبعد كده رفعت الملوخية على النار تاني ونزلت كده بالتومة وقلبتها كده كويس. قلبتها بقى كويس كده. طبعا كده حطيت فيها قطعتين لحمه كده تشرفك، وزي ما انتوا شايفين بقى شكلها عامل ازاي، شكلها جميل ومختلفه بالصلصه كده جميله. احنا بنحبها كده يا جماعه. في ناس بتحب اللي هي الخضره بالشوربه بس زي ما تحبوا، ودي شوربه الخضار الجميله اللي هتشرفك وهتعمليها على طول. طبعا بقى الشوربه بتاعته والرز المعمر الجميل والفراخ بقى المحشيه التحفه دي والكباب. لو انتوا عاوزين طريقة الكباب ده قولولي عليها وانا اعملها لكم. الكباب ده غير اللي هي الكفتة بتاعة اللحمة، لا دي مختلف خالص. واشوفكم على خير ومع السلامة.